ازاي اعرف انه ابني المراهق او اللي في سن قبل المراهقة على طول ممكن يكون اتعرض لإساءة او لصدمة؟ السن اللي بنتكلم عنه في الفيديو ده هو سن الاعدادي والثانوي. بنلاحظ على المراهقين اللي تعرضوا للإساءة انهم منسحبين او غضبانين او مهاراتهم الاجتماعية متأخرة شوية، وده ممكن يبان في تفضيلهم انهم يلعبوا مع الاطفال الاصغر منهم في السن، وبيكون عندهم وعي مبكر بالنواحي الجنسية، وممكن يبتدوا يسيئوا استخدام أدوية طبية أو ياخدوا مخدرات عشان تساعدهم يتغلبوا على الألم النفسي اللي عندهم. بيبان عليهم آثار قلة النوم بسبب سهرهم تجنباً للكوابيس اللي بيشوفوها، وكمان لأنه معظم الإساءات اللي بيتعرضوا لها بتكون وهم نايمين. لما بيقربوا من سن البلوغ كتير منهم بيحسوا بالعار والاغتراب، لدرجة إن بعضهم لما بيوصف نفسه بيقول أنا ساعات بحس إني مش حقيقي، أو إن العالم اللي حواليا مش حقيقي. ولو الكبار اللي حواليهم ما تكلموش معاهم عن مشاعرهم بيفترضوا إنهم كده بيحكموا عليهم أو بيلوموهم على اللي حصل لهم. هم أساساً كده كده معظم الوقت بيلوموا نفسهم على اللي حصل ليهم أو لأهلهم. وهنلاحظ إن شوية منهم بيهملوا في نظافة نفسهم تماماً، أو حتى بيبطلوا يستحموا بس علشان ما يلمسوش جسمهم أو عشان الناس تبعد عنهم. مهم هنا إن الوالدين يطمنوهم إنهم مش مسؤولين عن اللي حصل لهم أيا كان، ويوصلوا لهم إن الإساءات بتحصل لأن الآخرين هم اللي بيتخطوا حدودهم، مش لأن المراهق هو المسؤول أو السبب بأي شكل كان. بيفرق جدا إنه مقدم الرعاية يظبط توقعاته من المراهق اللي بيتعامل معاه، ويحترم خصوصياته، ويثقف نفسه عن الطريقة السليمة للتعامل معاه. الحقيقة إنه العلاقة الآمنة مع مقدم رعاية متفهم بتساعد المراهق إنه ترجع له الثقة من تاني، وبتعلمه يهدي نفسه، وكمان بتساعده ينظم مشاعره ويتعلم المهارات اللي هو محتاجها. محتاجين نفتكر هنا إنه رغم إن كل السلوكيات دي ممكن تظهر نتيجة تعرض المراهق ده لصدمة، إلا إنها كمان ممكن يكون لها أسباب تانية كتير. علشان كده لو شفت السلوكيات دي ما تترددش إنك تلجأ لمتخصص، وهو هيدلك على التصرف السليم. إحنا صحيح مش هنعرف نتحكم في كل حاجة بيتعرض لها أولادنا، لكن رد فعلنا بعدها له تأثير مهم جدا وكبير جدا جدا جدا.